السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد وهنعمل صنف من حلويات رمضان. صنف حلو قوي وكمان مكوناته سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة صوابع زينب بطريقة سهلة وبسيطة ومبسطة ومفيش فيها اي تعقيدات. معايا كوباية ونص من الدقيق الابيض، ومعايا كمان كوباية من الدقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة الناعم اللي بيبقى عند العطار، مش اللي بيبقى في الاكياس اللي هو السايب. ومعايا باكت من الفانيليا، وقلنا 3 معالق كبار من النشا، ومعلقه كبيره من السكر، ورشه من الملح. ومعايا هنا ربع معلقه صغيره من الخميره، ربع معلقه بسيطه خالص، عشان كل ما الخميره بتاعتك هتزيد عن كده كل ما الصابع معاكي في الزيت هينفش وهيكبر، وده مش هيبقى حلو. ومعايا كمان 4 معالق من السمنة السايحة. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هنحط السمنة ونبتدي ان احنا يعني ايه نشرب كده الدقيق بتاعنا كله بالسمنة. وهنقلب كده في الدقيق والسمنة كده لحد ما يبقى عامل زي الرملة كده. اهو الخطوة ديت اساسية ومهمة جدا. هنفرفط الدقيق كده بالسمنة كويس قوي اهو. كمان انا بدأت كمان ان انا افركه كده بكف ايديا. خلاص كده اتأكدنا ان السمنة اتغلفت، الدقيق كله اتغلف بالسمنة كويس قوي. هبتدي بقى انزل بالمية. معايا هنا كوباية من المية، هنزل بالمية تدريجيا. يعني ازاي؟ حبة بحبة واقلب، حبة بحبة واقلب. ليه؟ العجينة بتاعتنا ديت انا مش عايزاها طرية، عايزينها تكون يعني ايه، لا طرية قوي بتعجن في ايديا وبتلزق، ولا تكون ناشفة قوي ان هي تشقق. هتشوفوا القوام دلوقتي. الكمية اللي انا عملتها دي اخدت مني بالظبط ميه كوبايه الا ربع. هفضل احط كده واقلب وما تعجنيش كتير في العجينه ديت، لان انتوا عارفين ان الدقيق البسبوسه ما يعني مش عايز عجن كتير. هفضل احط كده بق ميه واقلب، بق ميه واقلب، كل ما العجينه بتاعتي محتاجه بديها ميه. اهو بالشكل ده كده. انا كده شايفه ان البوله بتاعتي خلاص نضفت والعجينه كلها لمت معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده، معلش محتاجه مني اي سوائل. هبتدي بقى ان انا اركنها على جنب شويه. شايفين اخدت مني كوبايه الا ربع من الميه واتبقى معايا ربع. معايا بقى هنشكل هنا بايه؟ طبعا تقدري تشكلي على مصفى مخرمه، او اللي هي المقصوصه دي اللي بنطلع بيها الاكل من الزيت وكده. وكمان لو عندك بصمه الكحك دي تقدري تعملي بيها بكل سهوله، بتديكي نفس الشكل الجاهز بالظبط. هتاخدي كده كوره صغيره من العجينه وتبتدي انك انتي تفرديها على ايديكي وتحطيها على البصمه بتاعه الكحك، وتتك عليها تكه بسيطه كده عشان تاخد الشكل والنقشه بتاعه البتاع. لما بتضغطي ضغطه جامده، يعني زي اللي حصل معايا دلوقتي، انا ضغطت ضغطه جامده العجينه عدت من الناحيه التانية ولزقت معايا. لا بصي، انت تاخدي كده كوره صغيره تبتدي ان انت تلفيها على ايديكي كده عشان تليني معاكي العجينه، وتبططيها بايديكي، ويا دوبك بس تحطيها على البصامه وتضغطي ضغطه بسيطه علشان تديكي البصمه. اهو في دي كمان طريقة تانية. يعني انا حطيتها كده على الرخامة وبدأت ان انا افرد حتة العجينة بايديا، وبعدين حطيتها على البصمة وضغطتها ضغطة بسيطة وبلفها هنا بايديا. يعني زي ما انتوا شايفين كده بشتلها من على البتاع خالص وابتدي ان انا الفها زي صابع المحشي كده بالظبط. هكمل بقى كل الكمية دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونخلص الكمية دي كلها ونرجع مع بعض تاني. بسم الله ما شاء الله، ده شكلها كده بعد ما خلصتها كلها. طبعا بتخلصي الكمية كلها علشان انت بتحطها في الزيت ما بتاخدش وقت، فلازم تكون الكمية بتاعتك كلها جاهزة معاكي. كمية الدقيق اللي انا عملتها او العجينة اللي انا عملتها ادتني طبق كبير. عايزة اقول لكم ان الطبق ده كبير، بس هو مش باين في التصوير يعني، انما هو ما شاء الله كبير. هننزل بقى بالصوابع زينب في الزيت اللي هو يعني سخن بس ما يكونش بيغلي، اللي هو فاهمين يعني قبل ما يغلي بشويه عشان ما تاخدش معايا لون بسرعه وتبقى عجينه من جوه. زي كده بقى تسويه بلح الشام. اه نزلت بنص الكميه في المقلايه بتاعتي او الطاسه بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اقلب فيها يمين وشمال كل شويه، كل ما تاخد لون من جنب اقلبها من الجنب التاني لحد ما تاخد كل اللون موحد.
وهبتدي ان انا اول ما تلون معايا كده واتاكد ان هي وانت بتقلبي كده بتحسي ان هي نشفت معاكي كده تحت ايديكي، بتحسي بيها اهو بالشكل ده كده. هقلي بقى كل الكميه دي بنفس الشكل. هزود بقى كميه زيت كتير بقى واحطها كلها في الزيت عشان الزيت يبقى غزير كده ويعني ايه، عايزه الصوابع الزينب تاخد كلها نفس اللون معاكي، حطيها في زيت غزير، يعني خليها غطسانه في الزيت كده زي ما انت شايفه كده. وقلبي بقى فيها كل ما اللي هي خلاص طالما نشفت معاكي، لو قلبتي فيها بقى على طول عادي مفيش اي مشكله ولا هتتكسر معاكي ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله كده قليت كل الكميه. وهنا معايا بقى الشربات اللي انا كنت مجهزاه في الفيديو اللي قبل ده. كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه، واول ما يدخلوا في الغليان بعصر عصره نص ليمونه، وبحط بقى باكت من الفانيليا، وبسيبها لمدة 5 دقايق، وببتدي ان انا اختبرها. لو بدأت تلزق كده معايا زي العسل خلاص كده استوت، لو لسه زي المية يبقى استنى عليها شوية. هحط بقى العسل بتاعي كده بالشكل ده، برشها رشة بسيطة من العسل عشان احنا ما بنحبش الحاجة مسكرة زيادة عن اللزوم. وما شاء الله ده كان شكلها وطعمها كان تحفة، وجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله